السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني. النهارده هنعمل مع بعض البيتزا. اول حاجة هنعمل المادة السائلة الاول. هنجيب كيس خميرة او بما يعادل يعني معلقة وربع من الخميرة، وكوباية مية دافية او كوباية لبن دافي على حسب الرغبة يعني. وهندوبها ونسيبها شويه نختبر الخميره، وهنحط معلقه صغيره سكر، هنركنها على جنب ونشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا هنا طبق او اي بوله عندي غويطه، ومعايا كيلو دقيق. الكيلو دقيق بيعمل حوالي 4 بيتزات صغيرين او 3 وسط. اي نوع دقيق مش هتفرق. معايا كيس لبن بودره. لو طبعا دوبت الخميره في لبن دافي بنستغنى عن اللبن البودر. معلقه بتاع بيكنج باودر، هنضيف معلقه صغيره ملح، رشه صغيره من الزعتر. كده المكونات الجافه معايا جاهزه. مش هنضيف اي حاجه تانية. نقلبهم بس كويس كده. كده هنضيف السائل بتاعنا من الخميره، وهنشوف هتحتاج ميه قد ايه. هنضيف شويه ميه تاني، يعني حوالي نص كوبايه تاني، طبعا على حسب الدقيق. الميه مش ثابته معانا، نعجنها طبعا بايدينا كده. هعجنها لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض. هنشوف هنحط ميه قد ايه تاني. بصوا طبعا هي كده محتاجه ميه. انا شغاله بميه دافيه زي ما قلنا. ممكن تضيفي لبن دافي، المهم ان هي تكون دافيه عشان تسرع من الاختمار وكده. زي ما قلنا كل دقيق بيختلف عن التاني. يعني في دقيق مثلا على كيلو ياخد كوبايتين ميه، في دقيق كوبايتين ونص، مش كله طبعا. المهم يعني الاهم من الشغل ظبط الشغل. اهم حاجه تعجنيها كويس قوي عشان تديكي نتيجه كويسه قوي. بصوا هي كده بتلم معايا خالص اهي. طبعا برضو لسه عايز تعجن كويس كده. اهم حاجه ان انت تعجنيها كويس عشان زي ما قلنا تاخدي نتيجه كويسه. بصوا انا كده عجنتها كويس. هنحط زي معلقه زيت كده ونسيبها بقى تخمر لحد ما نشوف هنجهز الصوص بتاع البيتزا ازاي. كده هنغطيها بالاسترتش كده. هنسيبها لحد ما تخمر ونشوف هنعمل مع بعض صوص البيتزا ازاي.
بصوا حبايبي، صوص البيتزا يا اما تعمليه بصلصه عاديه اللي هي المعلبه ديت، او كاتشب، او زي ما احنا هنعملها كده، او ممكن تشوي طبعا الخضار، بس دي اسهل طريقه. انا معايا طماطمايه وبصلايه ومعلقه توم، هاخدهم واضربهم في الكبه وبعدين هنشوف مع بعض هنعملهم ازاي. هنحط كل المكونات في الكبه. والطماطم ممكن تحطي معاها فلفل، اي نوع فلفل تفضليه طبعا، بس انا هكتفي بدول. توم وشويه ميه صغيره. بس مش اكتر من كده. هفصل انا لحد ما اضربهم في الكبه كويس وبعدين نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا حبايبي كده بعد ما ضربتهم في الكبه هنحط عليهم معلقه توم باودر ومعلقه بابريكا، معلقه صغيره مش كبيره، والبصل باودر، وشويه صغيرين قوي من الزعتر. طبعا الزعتر اساسي في البيتزا. بس كده هنحطهم على النار نتخلص من اي سوائل فيهم وبعدين هنشوف هنكمل مع بعض. بصوا حبايبي انا كده عملت صوص البيتزا خلاص اهو. بصوا، ومعايا فلفل الوان، معايا زيتون اخضر، معايا زيتون اسود، طبعا موتزاريلا اساسي. انا معايا بانيه او فراخ، صدور فراخ يعني، متبلاها وهشويها. ممكن تعمليها زي الشاورما براحتك، انا هشويها وبعد كده اقطعها زي الشاورما. بصوا انا حاطه طاسه على النار فيها زيت على معلقه سمنه، وهنزل بصدور الدجاج بتاعتي. طبعا النار عاليه عشان انا مش عايزاها تنزل ميه خالص. اول ما تبتدي ان هي الطاسه تسخن تاني هنزل بقطعه تاني. طبعا تعمليها الحشو ده براحتك، اي حاجه انت بتحبيها ممكن تعمليها. انا عامله لهم زي الشاورما مشويه كده. هشوي البانيه وبعد كده هقطعه شرايح ونشوف بعد كده هنعمل ايه مع بعض. حبايبي كده العجينه خلاص ومعايا الفراخ اهي. بصوا انا قطعتها زي الشاورما كده. بصوا حمرتها وقطعتها. هنجيب الصينيه بتاعتنا، هنجيب اي صينيه عندك كده وندهنها زيت بنفس المنظر كده، وناخد جزء من العجينه يكون على قد الصينيه اللي هنستخدمها. تفرديها بقى على الرخامه بالنشابه، تفرديها في الصينيه على طول. طبعا دي حاجه ترجع لك، انا هفردها في الصينيه على طول. هي ما شاء الله بتتفرد معايا بكل سهوله، فهفردها في الصينيه على طول. بصوا حبايبي انا فردتها، بس انا مخليه الاطراف كده عاليه شويه علشان هحشي الاطراف جبنه. طبعا لو انت مش هتحشي الاطراف جبنه فخلاص عادي. بصوا كده نبدا ان احنا ايه ننزل بيها كده. مش كميه كبيره، بس ايه هنعمل حاجه مختلفه شويه. وبعدين انتوا عارفين الولاد بيحبوا الجبنه، والبيتزا طبعا بتبقى حلوه لما بتكتري فيها الجبنه. هنفضل كده مكملين بنفس المنظر. تفردي الجبنه كده، مش مشكله لو الجبنه خرجت بره شويه. بصوا حبايبي انا كده حشيت الاطراف كلها. بصوا ايه رايكم؟ هنبدا بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنجيب صوص البيتزا بتاعنا ونوزعه. طبعا ممكن تستغنى عن الخطوه بتاعت الحشو بتاعت الاطراف دي، تشتغلي على طول براحتك يعني.
احنا قلنا تغيير، وفي نفس الوقت ايه زي ما قلنا الولاد بيحبوا الجبنه كتير. على فكره انا ضفت للصوص بتاع البيتزا، ضفت لها بتاع دوت سكر وملح، وطبعا احنا ضايفين زعتر وثوم باودر وبصل باودر وبابريكا اهي. هنجيب جبنه وننزل بالجبنه بقى طبعا. ايه رايكم؟ هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا نوزعها كده. طبعا الحشو ده طبعا حاجه ترجعلك زي ما تحبي، اي حاجه بتحبيها. ممكن جبن بس على فكره، ممكن بتاع ده هوت دوج، ممكن لحمه مفرومه، الحاجه اللي بتحبيها وبتفضليها دي فيها مفيش اي مشكله. والخضار برضو اي حاجه انت بتحبيها بتضيفيها، طماطم، بصل، فلفل الوان، فلفل رومي، اي حاجه، فلفل حامي براحتك. احلى حاجه في البيتزا ان احنا بنضيف فيها اي حاجه، بصراحه بيطلع فيها طعمها حلو اهو. زيتون، زيتون اخضر، زيتون اسود، اي حاجه متاحه عندك هتحطيها مفيش مشكله. طبعا الجرنشه دي طبعا بتختلف واذواق. هنجيب الفلفل شايفين الجمال؟ والله العظيم شكلها يفتح النفس. طبعا عايزه تضيفي بقى فلفل اصفر، فلفل اخضر، اللي انت عايزه تضيفيه ضيفيه. طبعا مولعين الفرن. بصوا يا حبايبي الاطراف هندهنها طبعا عشان ما تحرقش معانا. لبن وسكر بس كده عشان ايه ما تتحرقش. بس هنسيبها ترتاح. طبعا احنا مولعين الفرن. بصوا ايه رايكم؟ لوحه مش بيتزا. ونشوفها بعد السوا. بصوا حبايبي البيتزا هي خرجت من الفرن. بصوا بصوا من تحت كمان. بصوا ايه رايكم؟ بصوا العجينه اللي انا عملتها عملت معايا ما شاء الله 4 بيتزات كبار اهو. انا سويت 2 اهو معاكم. بصوا تحفه، شايفين عامله ازاي؟ دي من غير خضار ودي بالخضار اهي، وحشي الاطراف بتاعتها. بصوا انا بحاول اقطعها بس سخنه قوي، مش عارفه ان انا اقطعها. دي كمان انا عايزه اوريكم الاطراف بس هي سخنه قوي، يعني عايزه اوريكم الموتزاريلا من جوه. بصوا هي سايحه كده. بصوا طعمهم خطير. اتمنى الوصفه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والكومنت. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.